بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو اليوم في خرسانة حوالين المباني. طبعا دي لحماية المباني وكديكور بيركب بلاط فوق هي طبعا 80 سم عرضها. ده بيركب زي ما بوريكم المراحل بتاعتها. طبعا بتحط التربة اللي هي مش ناعمة قوية بحيث ان ما يبقاش فيه هبوط، تبقى تربة يعني زي بزلط كده زي ما حضراتكم شايفين. وبتشتغل الدحالة عليه او الدك اهو زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا بتدك خالص تماما، تدك طبعا على كذا طبقة زي ما حضراتكم شايفين. ودي الدكاكة شغالة اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كل حوالين المبنى ده كامل. وطبعا بعد ما ندحل كل حاجة بتترش المادة طبعا بتاعت هي النمل والحشرات. مادة هي مادة سامة يعني طبعا تترش كامل، ترش بعناية زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بعدين بعد ما نخلصوا الرش المبيد ديتنج اللي هو المبيد الحشري بيتم فرش المشمع طبعا لحماية من التربة للخرسانة، تبقى حماية يعني زي ما حضراتكم شايفين. ده حوالين المبنى كامل، كل المبنى حوالينه كامل زي كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما تركب طبعا المشمع بيتم طبقة حديد، تركيب طبقة حديد 8 مللي كل 20 سم طبعا، وبتترفع على البسكوت وبعدين تتصبى وبعدين تتسوى كويس. وبعدين بيتم عمل البلاط الاسمنتي، هيبقى كديكور يعني طبعا. وهيبقى طبعا قدامه هنا انترلوك. طبعا بوريكم ان شاء الله اعمل لكم فيديو باذن الله للفينش النهائي بعد ما تتركب خالص بلاط اسمنتي وانترلوك حوالينه، بوريكم المنظر عامل ازاي. وده كان فيديو للخرسانة حوالين المباني زي ما حضراتكم شايفين اهو بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.